بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة على التهاب جرح الولادة القيصرية. طبعا الولادة القيصرية من أكثر العمليات الجراحية التي تجرى في هذا الوقت الحاضر. لا تتمكن الحامل بعد إجراء القيصرية من الحركة بشكل طبيعي نظرا للألم مكان الجرح، مما يصعب عليها الاعتناء بمولودها. وفي بعض الأحيان تفاجأ الأم بالتهاب واحمرار مع وجود ألم عند الضغط على الجرح، أي أن هذا الجرح حدث له التهاب. بيحدث التهاب الجرح عند إصابة الجرح بعدوى بكتيرية، معظمها بسبب بكتيريا المقورات العنقودية، وبتظهر في حوالي من 4 ل 7 أيام بعد القيصرية. طب ما هي أعراض التهاب جرح القيصرية؟ أول حاجة طبعا المرأة المفروض بعد القيصرية ما بتشال بلاستر، كل يوم تبص على الجرح بتاعها. هتيجي تبص مثلا تلاقي الحرارة بتاعتها زادت عن 38 درجة، هتلاقي إن في ألم مكان الجرح ومفيش حاجة ظاهرة. بعد شوية تلاقي الجرح اتصلب كده نشف، بعد كده تلاقيه تورم مكان الجرح في كل الجرح أو حتة منه، بعد كده بنلاقي احمرار برضه في الجرح في كل أو حتة منه، بعد كده بروز حاجة مكلكعة فيها شبه الخراج، بعد كده خروج إفرازات صديدية من مكان الجرح، بعد كده الجرح ممكن يفتح في حتة منه أو كله. هنشخصه ازاي؟ طبعا الاعراض دي بتقول انا عندي كذا وكذا، بنقول ده التهاب في الجرح. بتجيني بشوف اليوم الكام، في حرارة ما فيش حرارة، شكل برضو الافرازات، وهكذا تديني انطباع عن نوع الميكروب. ولو لقيت باخد منه عينة وبعتها المختبر يعمل لها حساسية للمضادات الحيوية عشان اقدر انقي مضاد حيوي مناسب. لكن انا بدي مضاد حيوي من عندي لحد ما نتيجة الاختبار تطلع.